السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم مصطفى من جديد إن شاء الله، حاجة جديدة في قناتكم يوميات غاوي وبدجي. النهاردة إن شاء الله أنا بقالي فترة والله ما عملتش فيديوهات، وعارف إن في ناس تقريبا خلاص عمالة تصفي وتبعد عن العصافير، وهم غصب عنهم، لأن أنا عارف إن في ناس الضغوطات عليها عالية والأعباء عليها كترت، فمش عارفين يواجبوا الغلاء اللي حاصل في المنتجات عموما بشكل عام. فبالنسبة لهم برضك الهواية خلاص بتبتدي يعني تنقرض كده او تبعد. فاحنا النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى، هو طيب احنا ممكن كهواية بقى النهارده نتصرف ازاي او نعمل ايه عشان نفضل محافظين دايما على هوايتنا الجميلة ونفضل مستمرين بفضل الله ومفيش حاجة تبعدنا عنها. هو في حلول يا مصطفى؟ بفضل الله في حلول. طب هو يمكن يعني ينفع نستغنى عن الحبوب بشكل نهائي؟ ينفع. فالنهارده احنا هنتكلم في البدايل والخطط البديله اللي ممكن بقى نستغل بيها الفتره دي وازاي نستفيد بيها. طيب، رقم واحد، انت ممكن في الفتره اللي احنا فيها دي الناس كلها عمال تصفي، انت ممكن تشتري عصافير يا مصطفى. اشتري عصافير يا مصطفى، ده الناس كلها يا مصطفى بتصفي وخلاص، كله ابتدى يزهق فعلا، وحرفيا كله بيبيع السلكات والاكلات. وتفتح الفيسبوك يا مصطفى، تفتح اي يعني موقع للتواصل، تلاقي الناس يعني بتخلع بالبلدي كده من الهوايه. لا، انت ممكن، لان دي صدقني والله العظيم اولا هتبقى انسب يعني فرصه ممكن تلاقيها في حياتك انك تقدر تشتري طيور زينه. صدقني والله العظيم في الفترات اللي احنا فيها طيور الزينه باسعار هاديه جدا، واسعارها انت مش متخيل ممكن تبقى الاسعار عامله ازاي. فده رقم واحد، انك ممكن تشتري في الفتره دي تستفاد بالوضع القائم ده، انك ممكن في طفره انت كنت بتحلم بيها فتلاقيها بسعر هادي. طبعا مش معنى ان انا بقول تلاقيها بسعر هادي يعني تلاقيها ببلاش، لا، بس تلاقيها بسعر معقول. دي ممكن تستغلها الفرصة دي انك تشتري طيور. طيب، رقم اتنين، انا اعمل ايه؟ انا مش هقعد بقى اقول لكم يا جماعة ارقام، بس احنا هنتكلم في نقط وانتوا بقى ايه رقموا الموضوع براحتكم. اول حاجة، تستغنى تماما عن اي طائر انت مش محتاجه. يعني انا مش محتاجه يا مصطفى، يعني مش شغال عليه طفرة معينة لونية او شكلية او كده، لا، انت اي طائر انت مش محتاجه فعلا تبتدي تستغنى عنه وتبيعه. مش هقول الكلمة اللي ما بحبهاش الناس دايما بتقولها، لان انا بصراحة شايفها كلمة تقيلة شوية، وكلمة ما تنفعش تتقال في مجال هواية تربية طيور الزينة. إن أنا أتخلص، يقول لك تخلص من الطيور الزيادة. لا، مفيش حاجة اسمها تخلص. أصل هي دي مش مرض، ولا هي حاجة بربيها بالعافية أو حد يعني بيجبرني إن أنا أربيها. مفيش حاجة اسمها تخلص من طيورك، لا. تستغنى عن الطيور اللي أنت مش محتاجها، تستغنى. الاستغناء ده برضك يعني حاجة ممكن تكون أنت مش محتاجها في حد تاني يعني استفاد بيها. أنا الجملة بس عشان إيه حبيت أقول الجملة، عشان الجملة دي بتضايقني أوي، اللي هو تخلص من طيورك، لا. تمام، في اي طائر انت مش محتاجه كتركيبه معينه، فكره معينه في دماغك لموسم جاي، لا، إيه يعني استغنى عن الطائر وبيعه. ودايما ركز ان انت يبقى الطيور اللي عندك انت شغال عليها طفرات معينه شغال عليها. تمام. طيب يا مصطفى، في ناس بتربي يا مصطفى عصافير من غير طفرات، وناس بتربي عصافير عاديه جدا، وهو بالنسبه له هو بيحبهم ومش عارف يعمل ايه. طيب، يعني يخف المجموعه شويه، يخف المجموعه. مش هقول لك بقى استغنى او كده، لا، خف المجموعه بتاعتك. حاول يبقى المجموعه اللي عندك يعني القوه بتاعتها او المجهود اقل. يعني ايه؟ لو عندك 20 جوز خليهم 10، خليهم 8، خليهم 6. احنا مش عايزينك تبعد عن الهوايه. فالمجموعه دي هتبقى ضغط عليك، خصوصا لو هي طيور عاديه جدا، فاسعارها طبعا التداول بتاعه قليل جدا، اللي هو الاسترول والبادج العادي. فالتداول بتاعه قليل، فانت كده هتبقى عمال تدفع فلوس اكل وبتبيع السلعه بسعر بسيط جدا. فانت حاول تخف او تضغط المجموعه، بدل 10 تجواز خليهم 4 ولا 5. دي نقطة مهمة كمان. في بدائل كتير قوي في الفترات اللي فاتت، انا شايف ما شاء الله ناس اتكلمت عليها لا قوة الا بالله في جميع التواصل الاجتماعي والمنصات. بدائل من بدائل حبوب وعطارة. وفي حد كان عامل تجربة ومنزل التجربة بالفعل، اللي هي العلف البادي، اللي هو بتاع الفراخ. يا جماعة، العلف البادي بتاع الفراخ. وده انا على المستوى الشخصي انا جوعت الطيور فعلا، والطيور ابتدت فعلا بالفعل تاكل منه. ناس قالت تاني يا مصطفى ده بيعمل تسمم، ده بيعمل مشاكل فيما بعد في المستقبل، يعني ان هو بيسمم الطيور وبيعمل لهم مشاكل وبتموت. انا ما جربتش، يعني انا ما جربتوش بصفه مستمره. انا جربت بس اللي هي ايه الفكره بتاعت هل الطائر هيبقى فيه اقبال ان هو ياكل العلف البيضاء ويدوق الطعم، ولا ما فيش اقبال. فانا عن نفسي انا جربت، هو الطيور عندي كلته. حته ان هو بيعمل في المستقبل تسمم دي انا ما جربتهاش بصراحه، لان انا مش مستمر عليه.
طيب هو في بدايل؟ في بدايل في الاكل. وكنا سبحان الله زمان بنتكلم، لو تاخدوا بالكم في الفيديوهات القديمه، الناس اللي معانا من زمان ومتابعانا، دايما كنت اقول لك الحبايه عباره عن السندوتش قبل ما الغداء بيتحضر ليك وانت جاي من الشغل. يعني ايه؟ يعني الطائر مش وجبته الاساسيه الحبوب. ودايما كنت بقول لكم الكلام ده زمان، وتفتكروا الفيديوهات الحمد لله يعني موجوده في القناه، الناس اللي تحب ترجع الفيديوهات. فكنت دايما انا كمصطفى بعتمد على الطري، يعني انا كنت دايما حتى كمصطفى بعتمد على الطري. فهتلاقي في الفيديوهات القديمه بفضل الله كنا بنتكلم عن الامر ده من زمن، يعني من سنين. الطري هو اساس العصفور، وهو صحه العصفور، وهو كيان العصفور. طول ما العصفور عندك بفضل الله بيتعود على الطري، بفضل الله تلاقي صحته قويه جدا. الحبايه قلنا ما هي الا ان هي حاجه بتصبره، حاجه بتصبره لغايه الاكل ما يجي يعني. فانت بقى خلاص في وقت وفي زمن هتضطر غصب عنك انك تشوف البدايل. وللاسف هي يعني الناس فاهمه البديل يعني دي حاجه مؤقته، يعني هو الحبايه دي الاساسيه، وان الطائر اللي احنا بنتكلم عليه ده حاجه بديل، يعني حاجه مش اساسيه، فالطائر مش محتاجها قوي. بس احنا عشان الظروف والوضع القائم بنحاول نواكب الموجه بتاعه الغلاء يعني. لا، هو الفكره ان الحبوب هي المفروض ان هي تبقى البدايل، والاساسيات هي الطري والحاجات اللي احنا بنقدمها، لان الحاجات دي العناصر الغذائيه بتبقى اقوى بكتير واعلى بكتير للطائر. بس انت اللي مش واخد بالك، انت اللي عشان تفكيرك وقافل دماغك على حته معينه، ان حد قال لك لازم فلارس، لازم دنيبه، لازم بلكم. لا، انت لو عكست الامور وبقى الطري هو اسلوب حياتك، هتبص تلاقي الحبايه انت خفتها وقلتها. نرجع لنقطه مهمه تاني. انت ممكن الحبوب تبتدي الخلطه بتاعتك او الوجبه بتاعتك في الحبوب تبتدي تقننها شويه. بمعنى لو انت كنت الاول بتجيب مثلا 3 كيلو فلارس على الخلطه كلها، لا، ممكن تجيب كيلو فلارس. تمام. تعمل عمليه ترشيد شويه في موضوع الحبايه. يعني ايه؟ زي ما قلنا قبل كده، اعمل لنفسك معيار في الاكل. يعني ايه معيار في الاكل؟ يعني يكون عندك حاجه تقيس بيها الوجبه اليوميه للطائر، او مدار يومين مثلا، على حسب ما انت ظروف شغلك بتتابع طول كل قد ايه. انا كنت قايل لكم قبل كده الكعب بتاع المسقه دوت انت هتعمله معيار للزوج، وتشوف الزوج ده هياكله في قد ايه، بحيث ان انت تحافظ على الحبوب بشكل قوي، وفي نفس الوقت يبقى انت عارف الزوج بياكل قد ايه. طبعا ده استثناء طبعا الازواج المنتجه دي، لازم دايما يبقى عندها الحبوب بشكل اساسي ومستمر، لان دي معاها فروخ. هتعمل الفكره اللي انا بقول لك عليها دي، ان شاء الله هتلاقي نفسك نجحت. هتحافظ على الاكل، هتقل المجموعه، هتلجأ للاكلات الطريه، القمح المستنبت والقمح المنقوع وجميع انواع الحبوب بتستنبت تقريبا. هتبص تلاقي ان ميزانيتك خفت، هتخف الطيور عندك، تخلي مجموعه وتمشي مجموعه، هتلاقي الميزانيه كلها هديت. هقول لك على نقطه جميله جدا 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 كمان. انت ممكن تعمل حاجه جميله قوي في الفتره اللي احنا فيها دي. انت شايف ان الفرخ لو انت بتربي عصافير عاديه، يعني مش طفرات او ملهاش سعر قوي، وانت يعني بتحبها، هقول لك ايه، انت بتحبها وهي هوايه في الاخر، شايف ان انت بتفرخ وتبيع ببلاش تقريبا، ممكن تعمل حاجه جميله قوي. تمشي الازواج المنتجه كلها، تبيع الازواج المنتجه، وتخلي عندك الفروخ، تنقيهم ذكر وانثى ذكر وانثى، وتخلي الفروخ، وما تشغلش حاجه الموسم ده. انا بقول لك على نصايح والله لوجه الله تعالى بفضل الله، هتحس بيها بعدين. ادام انت العصافير بتفرخ وبتبيع الفرخ باي كلام، وعمال العصافير تاكل والاكل بيبقى زياده طبعا بالنسبه للزوج اللي معاه فرخ، لا، انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تمشي الاسس الكبيره كلها اللي هي المنتجه دي، تبيعها بسعر، وتخلي الفروخ اللي طالعه لك اللي هي تنقيهم بقى الوان معينه، اشكال معينه، ذكر وانثى ذكر وانثى، تجمعهم مثلا 5 اسس 6 اسس. كده هتعمل ايه؟ كده انت هتستفاد ان انت بعت الازواج المنتجه اللي هي عماله تنتج وعماله تتعب نفسها وتاكل كتير، وانت بتحاول تقتصد شويه في موضوع الاكل، وفي نفس الوقت تخلي فروخ. يبقى انت مخليهم ستوك، هم مش هيشتغلوا دلوقتي لغايه ما تشوف السوق هيبقى عامل ازاي مستقبليا ان شاء الله. انا بقول لكم متفائل جدا جدا جدا، لان السوق بفضل الله الفتره الجايه هيتحسن. ده مش بمزاجي ولا كلامي، دي طبيعه طبيعه حياه. دي طبيعه يعني، دي نظريات يعني نظريات اقتصاديه كده يا جماعه، ما فيهاش كلام. يعني بص، هتيجي تلاقي فتره الناس عماله تبيع 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 تبيع، التاجر عمال يلم، ملوش دعوه غير ان هو بيلم ببلاش وبسعر بسيط جدا وزهيد، وهو اهم حاجه عنده مكسبه. هو مش مهم ولا شايفه خالص، ولا هو تاجر، ولا تاجر الحبوب الا ما رحم ربي، ولا تاجر اللي هو بيلم العصافير. هو مش شايف غير مصلحته. ماشي، خلينا نتفق ان هو فعلا مش شايف غير مصلحته. طبعا الا ما رحم ربي، في ناس عندها ضمير وعندها امان. انت كمان خليك هاوي ذكي وشاطر وناجح، حافظ على مصلحتك وخلي بالك من مصلحتك، واعتني بطيورك. بمعنى ما تشغلش حاجه الموسم ده، خلاص نعتبر الموسم ده خلاص كده فص ملح وداب وحاله وعدت لحالها. خلي عندي 5 6 اجواز، ومش شرط احطهم في عيون او في اقفاص، احطهم كلهم مع بعض في مطار، هيتربوا مع بعض، والتكلفه بتاعه الاكل بتاعهم الكلفه هتقل عشان هياكلوا مع بعض، وهبتدي اركز معاهم.
ايه اللي هيحصل في السوق الفتره اللي جايه؟ الله اعلم وأعلم، دي توقعات يعني. هتلاقي الناس كلها نازله بتصفي وبتبيع، بتصفي وبتبيع، وعلى النت بيصفي ويبيع، وده بيصفي ويبيع، وده بيصفي ويبيع، واحنا خد بالكم ده احنا في موسم مش في ايام عاديه. فكتر التصفيه والبيع كله خلاص بيمشي من الهوايه وعمال يبعد يبعد يبعد. هتبص تلاقي بعد كده مفيش طيور، طيور قليله جدا، التاجر محتاج طيور، مش عارف يعمل ايه. هيبتدي التاجر هو بدل ما كان بينزل السوق عشان يلم طيور، هتلاقيه بعد كده يعمل بوستات على النت، يتصل بالناس اللي عارفها عايزين طيور. ايه اللي هيحصل بقى لما هيحصل الفكره دي اللي انا بقول عليها دي؟ ان السلعه هتبقى قليله قوي والطلب عليها هيبقى اكتر، فبالتالي السلعه سعرها هيكتر قوي. يعني نقول تاني، السلعه لما هتقل طلب عليها بيزيد، فبالتالي سعرها بيغلى قوي وبيعلى قوي، عكس ما تكون السلعه متوفره قوي والطلب عليها حتى زياده بس هي متوفره قوي، فبالتالي برضك سعرها يعني هيبقى عادي قليل لان هي متوفره كتير قوي معاك ومع غيرك. لكن لما التاجر ينزل السوق وما يلاقيش الطول اللي هو محتاجه، وهو مرتبط بطلبيات، بعقود، بامضاءات، بالتزامات، ومش لاقي، هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يحصل منافسه ما بين التجار، ده هيغلي وده هيغلي على ده، وده هيلم باكتر من ده، وهتبتدي دي كلها تصب في مصلحه الهاوي مننا. فانت كمان هتكون محافظ على مجموعه، هتبتدي بقى في الفتره دي تشغل طيورك. ليه؟ لان خلاص في حاله رواج والطيور بقى عليها طلب. فحتى لو الاكل فضل بنفس الاسعار اللي احنا شايفينها دي او نزل حبتين، وانا متوقع ان شاء الله هينزل حبتين، هي هوجه هتعدي. لما الاكل حتى ينزل حبتين انت هتبيع طيورك بسعر عالي، فمش هتحس بفرق الاكل. ليه؟ لانك بتبيع طيور وبتشتري اكل، فمش حاسس بفرق الاكل، لكن انت حاسس بفرق الاسعار بتاعت الاكل عشان طيور سعرها متدني جدا ومعلهاش طلب، وحتى الطلب ببلاش. فركز واصحى كده وما تخليش اي طاقه سلبيه تاثر عليك. والله العظيم والله العظيم هي هوايه جميله وممتعه، وهفضل لاخر نفس في عمري اقول كده، انا هاوي وهفضل هاوي، ويستحيل حد يجبرني ان انا استغنى عن طيوري. انا عارف ان الظروف صعبه، انا عارف ان الظروف ساعات بتبقى اقوى من اي حد فينا، لان كلنا عندنا التزامات وعندنا مسؤوليات. بس انا بطريقه او تانية ان شاء الله اقدر اشوف حل للمشكله. مفيش مشكله ملهاش حل. فانا يعني ان شاء الله ربنا يوفقني واستعين بالله كده وهلاقي حل لاي حاجه. فانا احاول بقى اشوف الحلول البديله اللي ممكن بيها اعدي من الازمات اللي بتقابلني في الهوايه. مش عايز اطول معاكم في الموضوع قوي، الموضوع اصلا مضايقني بقالي كام فتره وصعبان عليا وزعلان جدا اني بشوف ناس عماله تصفي وناس انا اعرفها شخصيا. فمتضايق يعني، انا متضايق. الناس لدرجه ان هو بتخلص من السلكات لسه عاملها، العشوش لسه عاملها، الاكلات لسه شاريها جديده، كل حاجه شاريها جديده. فانا متضايق، انا كمصطفى كان نفسيتي وحشه والله، كانت عشان كده ما كنتش حتى بعمل فيديوهات يعني. فانا طالع اتكلم معاكم كاخ، وانتوا اخواتي وكل الناس بتتفرج عليا وتتابعني. انا عايز اقول لكم الهوايه جميله، الهوايه ممتعه، كفايه ان هي بتعمل لك سلام داخلي وسلام نفسي، وبتشوف ملكوت ربنا وعظمه ربنا في خلقه. فالهوايه جميله. خف طيورك مفيش مشكله، خلي ازواج معينه، اعمل الطرق والنصائح اللي انا قلت لها في الفيديو ده، والله العظيم ان شاء الله بفضل الله هتلاقي ان شاء الله الامور هتعدي وهتحلو وهتبقى ما فيهاش اي مشكله. فسامحوني لو ما بطلعش كتير، عشان بجد الناس يعني حاسس ان هم ابتدوا يضغطوا على نفسيتي لدرجه ان انا يعني مش عايز انجرف معاهم في سكه ان انا يعني ايه ابقى محبط. لا، بفضل الله مفيش يأس ان شاء الله، اليأس ده حاجه وحشه. فان شاء الله اللي جاي كله خير، ونتمنى للجميع التوفيق. ولو اللي فات حلو فاللي جاي احسن بامر الله، بامر الله اللي جاي احسن بامر الله، ودي ثقتي في ربنا ان شاء الله، ده هو الحل من المحال. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا اشتراك ليكم واصحابكم وحبايبكم المهتمين بالهوايه. كان معاكم اخوكم مصطفى، واتمنى الخير للجميع، والهوايه نوايا ما تنساش، وربنا يكرم الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.